والجول الأحمر الوهاج يصاحب المهند. التوقيت لقاء غريب ولقاء عجيب، لقاء لم أكن أتخيل ولم أكن أتوقع. مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده. حلقتنا الليله عن اخر اخبار مستجدات تسجيلات القمه السودانيه الهلال والمريخ. قبل ما نبدا الحلقه انا حابب اشكر كل الناس اللي دعمتني في الفيديو السابق. شكرا لكم الهلالات الاسياد والمريخات الصفوه. وبسم الله نبدأ حلقتنا. في المريخ تعاقد رسميا مع المهاجم البرازيلي باولو سيرجيو لمدة موسم واحد قابل للتجديد. وبتعاقد المريخ مع المهاجم البرازيلي يكون المريخ قد تعاقد مع 4 لاعبين برازيليين دفعة واحدة في ميركاتو واحد، وده لأول مرة أو حدث فريد لأول مرة يحدث في الدوري الممتاز السوداني أن يتعاقد نادي مع 4 لاعبين برازيليين في نسخة واحدة من الدوري الممتاز السوداني. كل التوفيق للعيبة البرازيليين في نادي المريخ، ونتمنى أن يكونوا إضافة حقيقية للدوري الممتاز السوداني في النسخة الحالية. نرجع للمهاجم البرازيلي. من هو باولو سيرجيو؟ باولو سيرجيو ليفيز دا سيلفا هو الاسم الكامل للمهاجم البرازيلي الجديد للمريخ، وهو من مواليد 89. قامته الأساسية هي السنتر فورورد أو المهاجم السري. اللاعب ذو قيمة فنية عالية. حسب السي في بتاع اللاعب يتمتع بسيرة ذاتية قوية جدا، وبيبشر انه المريخ كسب مهاجم كبير. فاللاعب لعب عدد كبير من أندية المقدمة في الدوري البرازيلي، أشهرها نادي فلامينغو البرازيلي، واللاعب ده لعب من 2007 لحد العام 2012، وخلال الفترة دي اللاعب أعير لبعض الأندية البرازيلية. وايضا اللاعب باولو سيرجيو لعب في فريق دبي الاماراتي في العام 2015، وفي العام 2016 للعام 2017 اللاعب لعب في الدوري الكوري في ناديين مختلفين، لعب 31 مباراة واحرز 17 هدف. وكذلك اللاعب لعب في دوري الدرجة الأولى السعودي مع النادي القادسية السعودي، ولعب لمدة 7 مباريات، وبعدها اللاعب عاد إلى الدوريات البرازيلية. وحاليا اللاعب ينشط في نادي إي سي سانتو البرازيلي، ودي برضه ميزة إضافية لنادي المريخ، لأنه في السابق أنديتنا بتتعاقد مع لاعبين أطالة، لكن أخيرا أنديتنا السودانية اتجهت إلى التعاقد مع لاعبين جاهزين. حسب موقع ترانسفير ماركت فإن القيمة السوقية الحالية للاعب هي 225 ألف يورو، وبلغت أعلى قيمة سوقية للاعب في العام 2018 وكان 90 ألف يورو. حقيقة السي في بتاع اللاعب قوي جدا ويبشر بأنه المريخ كسب مهاجم كبير. نتمنى كل التوفيق للمهاجم البرازيلي لنادي المريخ. ده فيما يختص بالمهاجم البرازيلي الجديد لنادي المريخ. أيضا المريخ أعلن رسميا وصول اللاعبين الدوليين إلى معسكر المريخ بالقاهرة للانخراط في استعدادات نادي المريخ. وأيضا فجر اليوم المريخ أعلن وصول المدرب البرازيلي ريكاردو مع اللاعب البرازيلي سيرجيو إلى القاهرة تمهيدا للانخراط لاستعدادات نادي المريخ. من المريخ ننتقل إلى أخبار نادي الهلال اللي أدى مباراة إعدادية ضد فريق نامينغو التنزاني بالأمس في مدينة دار السلام ضمن المعسكر الإعدادي اللي بيخوضه الهلال في هذه الأيام في تنزانيا. بكل أمانة المباراة كانت جيدة للهلال باعتبار أنه فريق نامينغو من فرق المقدمة في الدوري التنزاني، وأيضا الهلال ينقصه اللاعبين الدوليين. التجربة كانت مفيدة للهلال. أحرز هدف الهلال اليتيم مهاجمه السيد عوض. كل التوفيق للهلال في مقبل المباريات. الهلال عنده مباراة إعدادية ضد الزاموا فريق سيمبا التنزاني في الأيام المقبلة. أما بخصوص تسجيلات الهلال حتى الآن لا يوجد جديد يذكر، باعتبار أن الموقع الرسمي للهلال حتى الآن لم ينشر أي خبر لأن أي محترف جديد أجنبي. مشاهدي الأعزاء، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في أمان الله.